الليمون الكيلو منه ب2 جنيه ونص. زي ما بقولك كده فعلا الكيلو من ده ب2 جنيه ونص، زي ما انت شايفة كده الكبير ده، مش الليمون البلدي. وجميل جدا وريحته جميلة وطعمه حلو قوي في العصير، وطعمه حلو في اي حاجة بتعمليها. شايفة الليمونة ماسكة نفسها ازاي وجميل خالص. بسم الله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض حاجات حلوة جدا ومفيدة وموفرة جدا جدا بالليمون ده اللي انت شايفاه ده، وهنخزنه بطريقة صحيحة وافضل طريقة لتخزين الليمون، وازاي نستفاد من كل حاجة فيه، مش هنرمي منه اي حاجة حتى القشور. هنعمل منها وصفات جميلة جدا هتعجبك وتوفر عليك كتير كتير. تابع معايا الفيديو للاخر. ازيك حبيبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. ما تنسوش تحطوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو جديد احنا بنعمله. محدش يقول على ده لفت يا جماعه، ده شوكولاته، انا مسميه شوكولاته. ده لسه انا عاملاه امبارح، شايفاه عامل ازاي وجميل ازاي. انا عاملاه على القناه قبل كده، لو عجبك المنظر شوف الفيديو بتاعه. ادي الليمون معانا اهو مغسول، دول 4 كيلو ب10 جنيه من الليمون الكبير. طعمه وريحه ما شاء الله ما اقولكيش بقى، طعمه حلو جدا في الاكل وريحته جميله، حلو قوي في العصاير، ما بيمررش ابدا مهما يقعد ما مررش. نشوف هنعمل فيه ايه. هناخد كده الليمون هنفتحها نصين اهو زي ما انت شايفه كده، والطريقه دي حلوه جدا في تخزين الليمون، استحاله يبوظ معاكي ولا يغير طعم ولا اي حاجه. هنعمل مع بعض الكميه كده ونشوف هنعمل فيها ايه. اللي يقولك بقى حط الليمون في الميه في برطمان في باب التلاجة، اللي يقولك حط الليمون زي ما هو حب بحاله في الفريزر، والله كل ده وحش خالص وما بيبقاش حلو، بيغير طعمه ومبقاش له النكهه الحلوه اللي احنا عارفينها في الليمون. هناخد الليمون كده ونعصره، هناخد الميه اللي فيه، واصلا بيبقى فيه ميه كتير، هتستفادوا منه بكميه كبيره جدا، مش هنرمي القشور زي ما قلتلك. لان هو جلده تخين عن الليمون البلدي، وهنستفاد منه بكميه كبيره جدا. هنشوف هنعمل بها ايه. ادي الليمون بنعصرها اهي في المعلقه دي، بالسهل خالص بتطلع كل الميه اللي جواه. ادي كميه الميه اللي جواه اهو بعد ما صفيناه بالشكل ده كده. هناخده بقى ونحطه في ايه، في ازايز. هنعبيه في ازايز عشان هنعينه في الفريزر، اما تحتاجي شويه منه هتقدر تطلعي الازازه تفكي منها شويه وتاخدي الكميه اللي انت محتاجاها، والباقي تعينيه تاني. بالشكل ده هتفضل معاكي طول السنه بنفس الطعم بتاعها والريحه الحلوه القويه اللي فيها. ادي الليمون هنعبيه في ازايز، تقدري برضو تعبيه في مكعبات اللي هي بتاعه التلج دي، وتجمعيها وتعينيها في كيس مع بعضها اهو. شايفه الكميه اللي طلعها ما شاء الله، ده ليمون صافي خام اهو، طلع كميه حلوه جدا شايفه اهو. ريحته ما شاء الله حلوه قوي قوي قوي. لو وصلت معايا لغايه هنا ما تبخليش عليا باللايك والاشتراك في القناه وتفعل الجرس على كلمه الكل عشان يوصل لكل فيديو جديد انا بعمله. ادي القشور اللي احنا عملناها من الليمون بعد ما عصرناه اهو. هناخدها كده في طبق كبير او حله ونحط عليها ميه. هنعمل بها ايه، هنسوي القشور دي على البوتاجاز. عندك بقى اي ليمون في باب التلاجة ناشف، اي قشور يستفندي اللي هو اليوسفي او قشور برتقان ما ترميهاش، هتوفر عليكي كتير وهتعمل منها حاجات جميله. تابع معايا لاخر الفيديو. ادي قشور البرتقان هي كانت عندي، وليمون كنت عيناه برضو اهو. ما برميش القشر بتاع الليمون خالص، بعينه في الفريزر لما اجمع كميه واعمله. اي ليمونه بقى كده ولا كده تحطها برضو. اهم حاجه الميه اللي احنا هنسلق فيها الليمون ما نرميهاش، لان هي ديت اللي هتخلي الليمون يتضرب معاه بسرعه اهو. شايفه ريحته بتبقى حلوه قوي قوي قوي.
هياخد معاكي شوية وقت بس في التسوية لان جلده تخين، قشرته تخينة، وهنسويه هيطلع معانا بالشكل ده كده، وهنضربه في الخلاط اهو. اهم حاجة في الموضوع ده يكون المية اللي انت بتحطيها عشان تمشي الخلاط تكون المية مغلية. لو حطيت مية من الحنفية عادية اللي انت هتعمليه كله ده هيبوظ وهيترمي، مش هتستفادي منه بحاجة. الخطوة دي مهمة جدا جدا، انك تحطي المية مغلية ومتبردة، متحطيش المية سخنة، لان انا حطيت المية سخنة في الشفشق وباظ. بقولك على الخطوات والحاجات اللي هتقابلك. وادي الكمية طلعت معايا اهي. هنعمل بيه ايه بقى؟ ده هنعمل منه حاجات كتير. بعد ما ضربته في الخلاط وبقى شوف جميل ازاي وصفته، بزود المية مغلية. الخطوة المهمة ازود المية مغلية، ما تحطوش مية من الحنفية عادية خالص. وادي الكمية اللي طلعت منه اهي ما شاء الله. هنستفاد منه بحاجات كتير جدا. وادي العصير. اقول لك هتعملي ايه بقى بالليمون اللي احنا عملناه ده في الخلاط اهو، بالقشور اللي احنا سويناها وقشور البرتقال. هنغسل منه، هنزود منه على البتاع اللي اسمه ايه ده اللي احنا بنغسل بيه، صابون المواعين. هنزود بيه في صابون المواعين، هيوفر معاكي كتير جدا اهو شايفه، وبخلي ريحه المواعين جميله. لو عندك سمك اي حاجه فيها زفاره بيقضي عليها تماما. بيزود كميه المسحوق اللي انت بتغسلي بيها الصابون السائل اهو شايفه، وبتوفري حاجات كتير جدا جدا. وايه كمان هنحط منه اللي هو الخام بقى، مش اللي عليه صابون، هنحط منه نغسل بيه الطيور، الفراخ والحمام والبط والحاجات دي كلها. بيشيلك اي زفارة. ده تنقعي بيه الطيور حلو جدا جدا، وهتستفادي منه في حاجات كتير. هتعينيه في ازايز، هتعبيه في ازايز وتعينيه الكمية اللي انت هتحتاجها مثلا خلال الشهر، حطها في ازاز وحطها في التلاجة. اللي انت مش محتاجاها وزيادة عن الكمية اللي انت عاملاها عن احتياجاتك، تقدري تحطها برضو في ازايز او في جراكن او في اكياس في الفريزر. بالشكل ده انت استفدتي من كل حاجة في الليمون. ادي العصير بتاعه اهو اللي احنا طلعناه منه، هنحط منه على جميع الاكل وجميع كل حاجة انت بتستخدمها، وتقدر تعملوا منه عصير برضو. تاخدي شوية منه وتقوم عاملاهم في العصير او في الحاجة اللي انت هتحتاجيها. والقشور زي ما قلتلك، قشور اليوستفند والقشور بتاعة البرتقال وقشور الليمون ما ترميهاش، دي كنز يا جماعة والله. مش عيب ان انت توفري وتدبري في الحاجة اللي انت بتعمليها. وادي المسحوق اهو اللي انت هتغسلي بيه الصابون السائل، توفير التوفير. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحط لايك واشتراك في القناة وتفعل الجرس على كلمة الكل. مع السلامة.